عايز افهم ايه السبب ان عربيات 20 22 21 و19 بقت فيها بتنفخ وتعمل عمره بقى سريع جدا. ايه السبب؟ الاسعار المبالغ فيها في زيوت المواتير بتاعه العربيات هو ده السبب اللي خلى في اعاده تدوير الزيت القديم ويرجع لك تاني. هل السبب اعاده تدوير الزيوت اللي هي القديمه اللي التروسيكلات والعربيات بتلف على ورش الميكانيكيه وبتلف على محلات تغيير الزيوت تاخد الزيت القديم ويبتدي يتضاف عليه مواد ويبتدي اعاده تدوير ويرجع تاني يتباع لك؟ هل الشركات اللي هي بيع الزيوت والتوكيلات اللي في مصر ليها دور في الموضوع ده، ان هي تقدر تنقذ الناس من اللي بيحصل في السوق ومن الناس عديم الضمير اللي هو بيبيع الزيت القديم وبيعيد تدويره في اماكن كتيره؟ وانتوا شفتوا طبعا. طب ما انا لو صاحب عربيه ما انا ما بقتش عارف اروح هنا يقول لك ممكن يبقى فيه مشكله، وبعدين ممكن تروح لواحد تلاقي فيه فرق سعر 30 و40 جنيه يقول لك لا اصل انا باخد بكميات وباخد خصم. الكلام ده طبعا مش مظبوط خالص، الكلام ده مش مظبوط ولا كميات. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. مفيش مرة غير لما واحد يشتكي من موضوع زيوت الموتور المضروبة، يجي يغير الزيت لعربيته، بعد شوية العربية تدخن، العربية ما تمشيش معاه مظبوطة، يبتدي يخش في عمره. وكل ده المشكلة في الموديلات العالية. من امتى واحنا موديلاتنا العالية بيحصل فيها كده؟ انت بتجيب العربية وكنت تستنى في ناس بالعشر سنين ما يفتحش ما يفكش مسمار في الموتور. كل ده بسبب الزيوت اللي هي الناس ما بقاش عندها ضماير، اللي هي بقت تشتريها من اماكن اللي هي الورش الميكانيكيه اللي بتغير زيت او محلات تغيير الزيوت وكده، ويبتدي ان هو يروح شاريها ويبتدي يعمل لها اعاده تدوير ويبيع الزيوت. طيب ما انا كتير قوي يقول لك طب امسك الجيركن اقطعه. طب خلاص انا قطعته، في غيري ما بيقطعوش. طيب حتى هو انا لو قطعت الجيركن ده هو ده الحل؟ في واحد يقول لك ما هو الجيركن ده ب5 جنيه وانا بغير لي كل يوم، بيبقى عندي 100 جيركن ولا عندي 50 جيركن في 5 جنيه ولا في 10 جنيه، بيعمل معاه رقم يقول لك انا استفيد بيه. هو بيأذي حد تاني. طيب هنقول دور الشركات. ما انا مش عارف هل الشركه فيها اليات؟ ما هو نقول البرشامه بقت تتضرب، ما هو كل حاجه ما بقتش بقى كل حاجه ما تعرفش، بقت ناس ما عندهاش ضماير، بقى كله عمال البرشامه تتضرب، مش عارف الغطا يتضرب، ده يتضرب، ويجي واحد يقول لك اصل انا بجيب كميات، يبقى في حد ناقص 20 جنيه او 30 جنيه ولا حاجه يقول لك لا اصل انا بجيب كميات وباخد خصم فبدي خصم للزبون. طبعا اعتقد الكلام ده مش مظبوط، لان هو بيجيب من حد جراكن مضروبه ويبتدي ان هو يبيع واقل 30 جنيه، ودي مصلحه وكويسه. فانا ما بقتش عارف انا كصاحب عربيه اعمل ايه، اجيب منين، اتصرف ازاي؟ طب هل انا ضامن؟ حتى ضامن الموزع، ضامن الوكيل؟ طب الشركات ليها دور وليها آلية؟ لازم يبقى في الشركات يبقى ليها دور وليها وليها وضع كده بالنسبه للي بيحصل في السوق بالنسبه لتغيير الزيوت. الاسعار عاليه معاك مفيش مشكله خالص، لكن مش معنى ان انا الجيركن وصل لرقم ابتدي ان انا حد يروح بايعه برقم اقل 50 ولا 75 ولا 30 40 اقول عشان اوفر اروح داخل في موضوع عمره موتور. وهي دي المشكله اللي بتحصل لنا كلنا في عربيات كلها موديل عالي، تتفرج ان هي بتنفخ وتعمل عمرات وطقم شامبر. كل ده بسبب الزيوت المضروبه. لو اي حد يبقى عنده حلول يا ريت يكتب لنا في التعليقات ان في لا ممكن الشركات تعمل كذا، ممكن حل. اعتقد الشركات بيبقى ممكن يبقى في حلول بالنسبه لموضوع الزيوت المضروبه، وفي آلية قانونيه بالنسبه للناس اللي هي لما بمسك حد لازم يبقى انا في رادع. القانون لما بيتحط ليه؟ بيتحط عشان لما اللي يغلط يتحاسب، واللي بيفكر يغلط يرجع. لا انا مش هقدر. لما يلاقي واحد كده واخد له 10 سنين و15 سنه، ولما يلاقي واحد حصل له مشكله كبيره يبتدي ان هو يرجع. هو ده القانون لما بيتحط. الدوله لما بتحط لنا القانون بتحط القانون لده. الدول لما بتحط القوانين بتحط عشان اللي يغلط يتحاسب، واللي بيفكر ابعد. عشان كده ده مهم. انا ما اعرفش تبقى آلية الموضوع لان الموضوع انتشر قوي. اعتقد كل واحد فيكم عنده عربيه بيعاني من موضوع الزيت المضروب. صباحكم زي الفل،
انا كنت معاكم عزت المصري، واشكركم على المتابعه. اتمنى تشيروا الفيديو ده، واي حد يبقى عنده اي فكره واي حاجه نقدر نوقف بيها نزيف الدم، وده برضو من اسباب نزيف الدم على الطريق، لان الراجل النهارده هو بيمشي موتوره بيقفش، موتوره بيحصل فيه مشكله، بيحصل مشاكل كتيره جدا. صباحكم زي الفل.